سلام عليكم. بنت عندها 13 سنة بتخرج الصبح من بيتها وبتروح المدرسة، وما كانش حد متخيل إن بعد ساعات قليلة حياة أسرتها بالكامل هتتحول لكابوس ملوش نهاية. قصة مروة أبو غشيش، ضحية كل حاجة غلط. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. 2012 في حي الزيادية بولاية قسنطينة الجزائرية، استقبلت عيلة الأستاذ عمار بوغشيش مدرس اللغة الإنجليزية مولودة جديدة وسموها مروة. وعايز أقول لكم إنهم كانوا فرحانين بيها جدا، ومروة هي كمان كانت بنت جميلة وشاطرة في المدرسة. وتمر السنين ومروة تكبر شوية ويبقى عندها 13 سنة في الصف الثالث متوسط. وفي يوم الخميس 22/5 سنة 2025 مروة صحت في اليوم ده وهي فرحانة لأنه آخر يوم في الامتحانات وبعدها تاخد أجازة. وفعلا بعد الامتحان مروة خرجت من المدرسة هي وصحباتها على الساعة 10 الصبح، واتفقوا إنهم هيتقابلوا تاني على آخر النهار علشان يحتفلوا مع بعض بالأجازة. وبعد كده ودعوا بعض، ومروة سابتهم ومشت في طريقها للبيت. والدة مروة استنت بنتها ترجع، لكن الساعة بقت 11 ومروة لسه مرجعتش. وقتها قالت إن مروة ممكن تكون قعدت شوية في المدرسة مع صحباتها علشان يحتفلوا إنهم خلصوا امتحانات. لكن لما الساعة جت واحدة ومروة لسه مرجعتش، والدتها حست إن في حاجة حصلت لبنتها وقلبها ما كانش مطمن. في الوقت ده والدها الأستاذ عمار رجع من شغله في المدرسة، ولقى مراته واقفة وقلقانة على مروة، وعرفته إنها لسه لحد دلوقتي ما رجعتش من المدرسة. الأستاذ عمار أخد مراته وراحوا للمدرسة علشان يشوف مروة اتأخرت ليه كل ده. وهناك الأساتذة في المدرسة قالوا لهم إن مروة خلصت الامتحان وخرجت من المدرسة على الساعة 10 هي وتلاتة من صحباتها. واللي أكد على كلامهم ده هي الكاميرات الموجودة في المدرسة، واللي أكدت إن مروة فعلا خرجت من المدرسة هي وتلاتة من صحباتها، وبعد كده سابوا بعض، ومروة مشت في طريقها للبيت وصحباتها هما كمان مشيوا. والد مروة كان عارف بيت صحباتها دول، وراح لهم وسألهم عن مروة، وكلهم قالوا إنهم سابوها عند باب المدرسة واتفقوا إنهم هيتقابلوا تاني علشان يحتفلوا بالأجازة. واتفاجئوا إن مروة لسه ما روحتش لحد دلوقتي. الأب والأم بعدها رجعوا على البيت، وكان عندهم أمل إن مروة ممكن تكون روحت، ولكن لما وصلوا لقوا إن مروة لسه ما رجعتش. وهنا الأب ملقاش قدامه غير إنه يبلغ الشرطة عن اختفاء بنته. وبعد البلاغ الشرطة راحت لبيت الأستاذ عمار، وعرفوا منه تفاصيل اليوم مع مروة، خرجت من البيت إمتى، والمفروض كانت ترجع إمتى. وبعدها راحوا المدرسة وشافوا الكاميرات وتأكدوا إن مروة فعلا كانت موجودة، وخرجت بعد ما خلصت امتحان وسابت صحباتها ومشت. الشرطة بعدها رجعت للأب والأم وبدأوا يسألوهم لو ليهم عداوة مع أي حد، وأكدوا إنهم ناس عايشين في حالهم وكل أهل الحي عارفينهم كويس وعلاقتهم بيهم طيبة جدا. سألوهم تاني طب لو في أي مشاكل مع حد من عيلة الأب أو الأم، ولكن برضو أكدوا إن مفيش أي مشاكل من أي نوع، وسواء عيلة الأب أو عيلة الأم كلهم بيحبوا مروة جدا. الشرطة بعدها رجعت تاني للمدرسة وبدأوا يفحصوا كل كاميرات المراقبة الموجودة في طريق مروة لرجوعها البيت، ووصلوا الكاميرا بتوضح إن مروة دخلت سوبر ماركت وبعد ما خرجت منه اختفت تماما. الشرطة راحت للسوبر ماركت ده، ولكن الغريب إن صاحب السوبر ماركت رفض إن الشرطة يفحصوا الكاميرات من غير تصريح من وكيل الجمهورية. والغريب أكتر إن الشرطة مشت واستجابت لكلام صاحب السوبر ماركت. عمليات البحث عن مروة فضلت مستمرة، ولكن من غير أي جديد. وبدأ الموضوع ينتشر في الحي كله، ونشروا صور لمروة على الجدران، ولكن برضه كل محاولات الشرطة والأهالي فشلت في إنهم يلاقوا مروة ولا حتى أي خيط يوصلهم ليها. وهنا والد مروة الأستاذ عمار نشر فيديو حكى فيه قصة بنته، وعرض مكافأة خاصة لأي حد عنده أي معلومة عن مروة حتى ولو كانت بسيطة يروح يبلغ الشرطة على طول. وطبعا الفيديو انتشر وتفاعل معاه عدد كبير من سكان المنطقة، وكتير منهم اتعاطفوا معاه ومع اختفاء مروة. ولكن للأسف الحالات اللي زي دي بنلاقي ناس مرضى أهم حاجة عندهم الترند والمشاهدات، حتى ولو بأساليب رخيصة وقذرة. ففي الوقت اللي انتشر فيه فيديو الأستاذ عمار عن اختفاء بنته مروة، ظهر تيك توكر جزائري ما عندوش لا نخوة ولا ضمير، وطلع في لايف وقال: يا جماعة مروة لا اتخطفت ولا حاجة، كل الموضوع إنها هربت مع شاب من العيلة لأنها كانت بتحبه وأهلها رافضين. طفلة هربت مع صاحبها وصاحبها من العائلة. الناس في التعليقات بدأوا يهاجموا الشخص المستفز ده، وقالوا له يعني اتكسف على دمك، البنت أهلها دايخين عليها وقلبهم محروق، وانت طالع بتقول كلام زي ده، يعني يا تقول كلمة طيبة يا تحط لسانك جوه بقك وتسكت.
وبعدين هو أنت معاك أدلة على كلامك ده؟ فطلع بعدها في لايف تاني وقال أنا مش بقول حاجة من عندي، دي كلها معلومات مؤكدة بتوصلني. طب المعلومات دي مصدرها إيه؟ اثبت لنا صحة كلامك. فطبعا سكت وما ردش عليهم. وهنا الناس بدأوا يهاجموه أكتر في التعليقات، واتأكدوا إن الشخص ده بيقول أي كلام علشان يطلع ترند واللايف يحقق مشاهدات. بس تفتكروا هيسكت على كده؟ للأسف لأ. الشخص القذر ده طلع بعدها في لايف، والمرة دي قعد يهاجم الأب الأستاذ عمار، ويقول له روح شوف بنتك بتعمل إيه وليه سابتكوا وهربت مع حبيبها. كلام جارح ومستفز، ناتج عن شخص ما عندوش ذرة دم. ولكن زي ما بيقولوا الزن على الودان أمر من السحر. فبنلاقي إن بعض الناس للأسف بدأوا يمشوا ورا كلام التيك توكر ده، وبقى الأب مش عارف يلاحقها منين ولا منين، بنته المختفية وما يعرفش هي فين وعايشة ولا ميتة، ولا من كلام الناس اللي عمالين يجرحوا فيه وفي سمعته وسمعة بنته. وطبعا الإشاعات دي أثرت في سير القضية وفي عملية البحث عن مروة. وهنا الأب خلاص جاب آخره، وخرج في فيديو تاني هو وخال مروة، ورد على التيك توكر ده بإنه شخص كذاب وما عندوش لا نخوة ولا ضمير، وكل هدفه هو الترند مش أكتر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا المدعي. هذا اوبيرا ولا ما على باليش؟ هذا النكره، هذا نكره 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 نكره. ما عندكش صفه الرجوله. قضية مروة اتحولت لقضية رأي عام، والشرطة كان يهمها توصل لمروة في أسرع وقت ممكن. ولكن عدى شهر من تاريخ اختفائها ولسه ملهاش أي أثر. وبعد 32 يوم، وبالتحديد يوم 24/6 سنة 2025، في اليوم ده كان في شخص بيتمشى هو والكلب بتاعه في منطقة اسمها جبل الوحش. وفجأة الكلب قعد ينبح بصوت عالي، وجرى لحد ما وصل لمنطقة معينة ووقف. الشخص ده لما راح عند الكلب بتاعه اتصدم بأبشع منظر ممكن يشوفه في حياته: جمجمة وحواليها أطراف بشرية. وعلى طول بلغ الشرطة، والشرطة وصلت لمكان البلاغ ومعاهم كلاب بوليسية، وقدروا بعدها إنهم يلاقوا باقي الجثة، وتم إرسالها للطب الشرعي علشان يعرفوا مين صاحبها. الجثة كانت في حالة تحلل كامل، وكان صعب جدا إنهم يعرفوا هويتها. وفي نفس الوقت الخبر بدأ ينتشر بين الناس، ومعظمهم قال إن دي أكيد جثة مروة. ولكن الأب خرج وأنكر إن دي جثة بنته، وكان لسه عنده أمل إن الشرطة تلاقيها وإنها لسه عايشة. وهنا الشرطة ما كانش قدامها غير إنهم يقطعوا الشك باليقين، وأخدوا عينة من الحمض النووي للجثة وعينة من الحمض النووي للأب والأم. وبعد ما تم عمل تحليل للعينات، النتيجة طلعت متطابقة، وللأسف الجثة طلعت هي جثة الطفلة مروة أبو غشيش. الخبر طبعا كان صادم وعمل حالة كبيرة من الغضب، وبالتحديد بعد ما خرج تقرير الطب الشرعي واللي أكد إن مروة اتعرضت لأبشع أنواع التعذيب. وده كان واضح من آثار الربط الموجود على إيديها ورجليها، ده غير إنها تعرضت للاعتداء الجنسي وللتجويع. وإن الوفاة حصلت بعد 16 يوم، وبالتحديد في أول أيام عيد الأضحى. وإن الجاني استغل زحمة العيد والأضحية وإن الشوارع بيكون فيها دم، ونفذ جريمته في اليوم ده باستخدام منشار كهربائي. وسامحوني مش هقدر أوصف بالتفصيل اللي حصل، بس أكيد انتم متخيلين بشاعة اللي حصل لمروة من شكل الجثة اللي لقوها واللي كانت عبارة عن بقايا. وتم تسليم الجثة للأب علشان يدفنها، واستحالة غضب شعبي من بشاعة اللي حصل لمروة، ومطالبة الشرطة بسرعة القبض على الجاني. الشرطة اشتغلت في تحرياتها، ولكن المرة دي في سرية تامة ومن غير أي تصريحات إعلامية. وكل ده والناس مستنية تعرف أي معلومة عن مين اللي قتل مروة ومين اللي جاله قلب وعمل فيها كده. لحد ما في يوم من الأيام الأهالي في حي الزيادية شافوا أفراد الشرطة وهم داخلين لبيت في الحي، وقبضوا على كل أفراد العيلة اللي فيه، واللي كانوا عبارة عن أخين وأخت وأمهم. ولكن الموضوع ما كانش ليه علاقة بقضية مروة، لأن العيلة دي متهمة بمحاولة خطف بنت تانية. ولكن في آخر اللحظة البنت قدرت تهرب وفضحتهم وبلغت عنهم. الشرطة بعد ما قبضت عليهم كانوا شاكين إنهم أكيد هم اللي ورا خطف مروة وقتلها. ولكن طبعا لما سألوهم عن مروة أنكروا تماما إن ليهم علاقة باللي حصل لها. الشك ده كان عند الشرطة من أول لما الأستاذ عمار بلغهم من البداية بإن علاقته كويسة مع كل سكان الحي ما عدا عيلة واحدة بس، وكانت هي العيلة دي. فبعد ما البنت هربت منهم وبلغت عنهم، الشرطة قالت أكيد يبقى هم اللي خطفوا مروة وقتلوها. المهم أفراد العيلة دي في التحقيقات كانوا مصرين إن ملهمش أي علاقة باللي حصل لمروة، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن مع كتر الأسئلة وتضييق الخناق عليهم
اعترفوا بكل حاجة واحدة واحدة معايا علشان نعرف بالتفصيل إيه اللي حصل. قبل أي حاجة خلونا نعرف هو ليه الأستاذ عمار قال إن عنده مشاكل مع العيلة دي، واتضح إنه مش لوحده، وكل سكان الحي عندهم مشاكل مع نفس العيلة. العيلة دي بيشتغلوا في أعمال مخلة وفاتحين شقق في العمارة بتاعتهم لأعمال منافية للآداب، وأكتر من مرة الأستاذ عمار هو وكل سكان الحي اتكلموا معاهم بإن ما يصحش اللي بيعملوه ولازم يوقفوا نشاطهم القذر ده وإلا هيبلغوا عنهم. لدرجة إن والدة مروة كانت بتتكلم مع البنات اللي بتلاقيهم نازلين من العمارة دي وتفضل تنصحهم وتتكلم معاهم علشان ترجعهم عن اللي بيعملوه، ولكن كل المحاولات دي ما جابتش معاهم أي نتيجة. وهنا أهل الحي وكلوا واحدة محامية ساكنة معاهم في نفس الحي، ورفعت قضية على العيلة دي وقدرت كمان تكسبها، وواحد من العيلة اتقبض عليه واتسجن. وهنا قرروا إنهم هينتقموا من المحامية دي، ولكن عن طريق بنتها. طيب، إيه علاقة مروة بقى ببنت المحامية؟ أقول لكم إن على حسب اعترافاتهم إن في البداية كان الهدف هو خطف بنت المحامية مش مروة أبو غشيش، وكانوا عايزين يخطفوا البنت علشان يضغطوا على والدتها المحامية ويجبروها تروح وتتنازل عن القضية اللي رفعتها ضدهم، أو حتى يطلبوا منها فدية وياخدوا الفلوس ويخرجوا بيها أخوهم المحبوس. طيب ماشي، إيه برضو اللي خلى مروة تيجي في الرجلين؟ أقول لكم إن أختهم لما شافت مروة خارجة من المدرسة مشت وراها لحد ما دخلت السوبر ماركت. دخلت وراها وفضلت تتكلم معاها لحد ما قدرت تقنعها تيجي معاها لحد البيت توريها حاجة وتمشي على طول. وطبعا مروة عارفاها كويس فمشت معاها وهي مطمنة، ولسوء الحظ إن مفيش أي حد شاف مروة وهي ماشية مع جارتهم. المهم بعد ما وصلوا البيت واحد من إخواتها اكتشف إن مش دي بنت المحامية، وإن أخته غلطت وخطفت مروة مكانها. طبعا مروة عارفاهم كويس فخافوا يسيبوها تمشي تروح تعرف أهلها ويبلغوا عنهم. وهنا الأخ ده احتجز مروة في شقته وربطها من إيديها ورجليها لحد ما يشوف هيتصرف معاها إزاي. ومن أول يوم بدأ البحث فيه عن مروة، الكلاب البوليسية كانت تروح عند السوبر ماركت وبعدها تروح وتقف عند العمارة اللي مروة مخطوفة فيها. انتوا متخيلين؟ الشرطة والأهل قلبين الدنيا وقاعدين يدوروا على مروة وهي موجودة جنبهم ومش حاسين بيها. وخلال 16 يوم كاملين مروة كانت بتتعرض لأشد أنواع التعذيب والاعتداء الجنسي والتجويع. وأول لما حسوا إن قضية اختفاء مروة بقت قضية رأي عام قرروا إنهم لازم يتخلصوا منها، بس قبلها لازم يعرفوا إمتى وإزاي. مع أول أيام عيد الأضحى سنة 2025، واللي كان موافق يوم الجمعة 6 يونيو، العيلة دي قررت إن اليوم ده هو اليوم اللي هينفذوا فيه خطتهم. وتم خنق مروة بالإيد لحد ما اتأكدوا إنها ماتت، وبعدها جابوا المنشار الكهربائي وابتدوا إنهم يقطعوا جثة المسكينة وحطوها جوه شوال ونزلوا بيها عادي من البيت في نهار أول أيام العيد، وتوجهوا بيها لمنطقة جبل الوحش، وهناك رموا الجثة ورجعوا بعدها عادي ولا كأنهم عملوا أي حاجة. الشرطة بعدها اكتشفت إن صاحب السوبر ماركت كان عارف اللي حصل وعارف مروة خرجت مع مين، وعلشان كده رفض يوري لهم تسجيل الكاميرات. وعرفوا كمان إنه لما لقى الشرطة ما رجعتلوش مسح كل اللي الكاميرات سجلته في اليوم ده. وتم القبض على صاحب السوبر ماركت بتهمة التستر على جريمة وتعطيل سير التحقيقات. القضية لحد دلوقتي لسه ما تمش الحكم النهائي فيها بعد ما عدى عليها أكتر من سنة. والحقيقة أنا معرفش ليه التأخير كل ده في قضية المفروض إنها قضية رأي عام، ولازم حق المسكينة مروة يرجع وفي أسرع وقت، يمكن يبرد قلب أهلها. ولحد ما يصدر الحكم النهائي على المتهمين، هل شايفين إن الشرطة قصرت لما استجابت لرفض صاحب السوبر ماركت وما رجعوش تاني علشان يفحصوا كاميرات المراقبة؟ لأن أكيد وقتها كانوا هيعرفوا مروة خرجت مع مين، وممكن كانوا يقدروا يلحقوها. يهمنا أعرف رأيكم في التعليقات. ولكن على كل حال مروة دفعت تمن كل حاجة غلط معروفة كويس، ولكن بيتم التغاضي عنها. واشوفكم على خير في حكاية جديدة في حفظ الله ورعايته.